لو انت صيدلي في المانيا دلوقتي او بتفكر تسافر المانيا قريب ولسه ما عدتش امتحان اللغه الطبيه، فالوقت اللي انت مستنيه ده بيكلفك كتير. خلينا افهمك بالارقام. من غير ما تنجح في الامتحان ده فانت قانونا مش عارف تشتغل كصيدلي، يعني دخلك من المهنه حاليا صفر. اول ما تنجح في الامتحان وتلاقي شغل ان شاء الله، اول مرتب هيدخل لك خلال فتره المعادله حوالي 1800 ل 2000 يورو بحد ادنى صافي في الشهر. يعني كل شهر انت بتتاخر فيه ده شهر مرتب كامل انت ما حصلتش عليه. ازاي بقى تغير ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. لا اول مره نتقابل، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري عايش وبشتغل في المانيا بقالي اكتر من 7 سنين. جيت المانيا وعدلت شهادتي واشتغلت في ولايات مختلفه لحد ما وصلت اني اشتغلت مدير صيدليه لسنوات كتير. دلوقتي انا عايز اديك الخطه الكامله للتحضير لامتحان اللغه الطبيه بالترتيب ببلاش، وهقول لك بصراحه ايه الجزء اللي انت مش هتعرف تعمله لوحدك وازاي تحضر له. عشان تسافر وتعمل معادله انت محتاج تكون وصلت للمستوى B2 في اللغه، المستوى الرابع في الالماني، علشان حتى تعرف بس انت تخش الامتحان ده، وتعرف ان في ناس كتير من المستوى في اللغه بيكونوا وصلوا للمستوى حتى C1 اللي هو المستوى الخامس مش الرابع، اعلى من المطلوب، وبتسقط في الامتحان ده. وناس ثانيه بتعديه اول ما بتكون وصلت للمستوى B2 المستوى الرابع على طول ومن اول مره. وده مش عشان الناس اللي في الاول يعني وحشين او مستواهم بالضروره يكون وحش في اللغه، بس عشان الامتحان ده مش بيقيس لغتك العامه زي قواعد مثلا والكتابه، ولكن هو بيقيس اكتر فهمك للغه الطبيه والمصطلحات، وكمان طلاقتك في مهارات التحدث والاستماع، انك تقعد قدام مريض تشرح له وتفهمه وهو يفهمك بنسبه توصل ل 100% يعني او تقرب، وبرضه انت تفهمه بنسبه 100%، علشان بعد ما تنجح في الامتحان ده انت بكره هتكون شغال في صيدليه بتتعامل مع مرضى، بتتعامل مع زمايلك، وبتتعامل برضه مع دكاتره. عشان كده جزء اساسي من النجاح في الامتحان ان انت تقعد تتكلم كتير بصوت عالي، وتحاول ان انت تحاكي كل حاجه بتحصل في الامتحان، ويكون عندك كل الادوات اللي تخليك تبني يعني هيكل تمشي عليه، علشان المهارات بتاعه التحدث والاستماع دي يعني بتشكل حوالي 70% من الامتحان. الكلام ده يبدو نظري او كلام عام، بس هو فعليا الخطوه الحرجه دي ليك في طريقك ان انت تشتغل في المانيا لازم تعديها بسرعه، علشان لو انت لسه جاي من بلدك الام على سبيل المثال فانت هتكون بتصرف من مدخراتك اللي هي غالبا القوى الشرائيه بتاعتها اقل من المانيا، فانت بتصرف فلوس كتير في المانيا وانت لسه ما اشتغلتش، زائد الامتحان نفسه حتى مش رخيص. عشان كده تكلفه التحضير دي مهم جدا ان انت تبذلها وتركز عليها، وده الهدف ان انا بقوله لك في الفيديو دوت. واللي ناس كتير كمان مش بتاخد بالها منه ان حتى النهارده سوق العمل في الصيدليات في المانيا ما عادش زي زمان، بقى في تنافس اكتر، فحتى الهدف بتاعك ان انت بس تنجح في الامتحان عشان تاخد ترخيص مزاوله مهنه وتبقى ضامن ان انا اول ما هنجح في الامتحان انا هلاقي شغل واشتغل، ده ما عادش حقيقي. الواقع بيقول ان انت مش هتلاقي شغل بسهوله طول ما انت اللغه بتاعتك مش قويه، علشان صاحب العمل كمان يلاقي ان هو مستفيد منك وان انت تستحق ان انا اشغلك، عشان ممكن يلاقي حد تاني احسن منك، فهتكون بتضيع وقت تاني وانت بتدور على شغل لشهور زياده. طيب السؤال هنا ابدا بايه لو انا النهارده لسه ببدا من الصفر وعايز اسس نفسي كويس للامتحان؟ اول حاجه تركز عليها اللي هي انا شايفها اهم اول مرحله، اللي هي التركيز على الاساسيات. المرحله دي بتشكل 60% من المهارات اللي انت هتحتاجها في الامتحان، واللي هي مهارات التحدث. وعلشان تنميها او تبني زي كده هيكل تطبقه على اي جزء في الامتحان جاي، محتاج ان انت تركز على اول حاجه الجمل المتكرره في الصيدليه. الجمل المتكرره في الصيدليه دي علشان اول جزء وتاني جزء في الامتحان هم عباره عن سيناريوهات عن مرضى بيجوا لك الصيدليه، وانت بتحاول ان انت تشرح لهم، تديهم الاستشاره عن الدواء اللي مثلا مكتوب لهم من الدكتور، او لو هم عندهم اعراض معينه وعايزينك ان انت توصف لهم دواء. دي سيناريوهات بتحاكى في الامتحان، وبعد كده بيحصل مثلا تدخلات دوائيه او اعراض تانية، فبيجي برضو المريض وانت مضطر ان انت تجري برضو السيناريو ده وتعمل الخطوات الصح وفقا للنموذج اللي جاي في الامتحان. الحاجه الغلط ان انت المفروض تتفاداها ان انت تقعد تمسك كل نموذج او يعني امتحان سابق او دواء جاي في الامتحان وتقعد تذاكره او تحفظه زي ما هو على امل ان هو يجي زي ما هو كده، ودي حاجه غلط علشان سببين. اول سبب ان انت ما اتعلمتش هياكل، انت بس صميت يعني جزء ده من الامتحان وحفظت ان هو هيجي لك زي ما هو. تاني حاجه ان هو ده بيبان برضو في الامتحان ان انت على افتراض ان انت حالفك الحظ وجالك نفس النموذج ده وهتبدا ان انت تسهم معه، الممتحنين ممكن ببساطه ياخدوا بالهم ان انت حافظ او ان انت فعلا مش بتتكلم بطلاقه، ولكن انت يعني كانك بتسمع. الممتحنين عارفين ده عشان هم بيشوفوا مئات الصيادله كل يوم اللي بياخدوا نفس الامتحان وباختلاف قدراتهم اللغويه، فهم بقى عندهم خبره عارفين الطلبه بيعملوا ايه. وده الهدف من الهيكل اللي احنا بنتكلم فيه ده، ان انت الاول ان انت تبني كل الكلمات والمصطلحات والتعبيرات اللي انت بتستخدمها على اختلاف السيناريو اللي هيجي لك، وتبدا ان انت تتدرب عليها كل يوم على الاقل ساعه وانت تتكلم بصوت عالي. لو عرفت ان انت تحاكي ده مع حد بيتعلم معاك يبقى ده افضل طريقه تعملها. لو ده مش موجود فانت تقدر انت تعمل ده ببساطه مع نفسك، وده اللي انا كنت بعمله لما انا كنت زيك في يوم من الايام. الجزء الثاني هو التركيز
التركيز على المصطلحات التخصصيه، وده تاني جزء في الامتحان. ده بيمثل 20% من الوقت اللي انت بتقضيه، وهو ببساطه ان بعد ما انت تكون اجريت مثلا سيناريو معين ان في عيان اخد دواء مضاد حيوي على سبيل المثال، وفي حاجه حصلت، في قصه حصلت، انت المفروض بتجري حديث تاني مع زميلك في الصيدليه، تحاول ان انت تشرح له الحاله اللي جت دي بس بلغه تخصصيه، بتشرح له بالمصطلحات الطبيه مش بتاعه العامه، علشان يتاكد من ان الشخص اللي بيمتحن ده يعرف اللغه العامه بس كمان يعرف الكلمات التخصصيه. ودي حاجه برضو انت تقدر تتعلمها بسهوله، وده جزء من الاساسيات اللي انت تبني عليها، علشان بعد ما انت تعرف برضو التعبيرات الاساسيه تبدا ان انت توظفها على النماذج المختلفه اللي بتيجي. وفي اللغه التخصصيه دي حاجات زي اسامي الامراض، اسامي الادويه، الاعراض والتدخلات الدوائيه، وده اللي بتستخدمه انت حتى في يومك مع زمايلك ومع الدكاتره لو طلب الامر. بعد ما تلم اول مرحلتين دول في تحضير الامتحان، الخطوه الجايه بقى ان انت بعد ما تقضي مثلا اسبوعين 3 بتركز على الحاجات دي بس، وعندك الكلام ده موثق اللي انت تقدر ترجع له على طول، تبدا تجمعهم في محاكاه لامتحانات كامله. يعني انت تمسك امتحانات في الولايه اللي انت هتمتحن فيها، على سبيل المثال بايرن، تبدا ان انت تجري الاجزاء اللي انت كلها اتدربت عليها دي على النماذج اللي بالفعل بتيجي. هتلاقي نفسك ان انت ادائك في الامتحان ما وصلش للمستوى اللي ينجحك، ممكن يكون عندك اخطاء كتير، بس لو انت وصلت ان انت بتجيب مثلا على الاقل 60% من النقاط صح، فده تقدم. انت تعرف تشتغل بقى على الباقي لحد ما توصل ان شاء الله ل 100% من غير اي اخطاء، علشان انت لسه هيبقى عندك وقت التحضير. ولو انت انجزت الجزئين دول فانت غالبا خلصت اصعب اجزاء في الامتحان، او الاجزاء اللي انت ممكن تغلط فيها، والغلطه فيها دي تخليك ان انت تسقط. المرحله اللي بعدها التركيز على المصطلحات اللاتيني. والمصطلحات اللاتيني ده جزء كتابي في الامتحان. جزء كتابي ده انت بتترجم فيه مصطلحات من اللغه الالمانيه بس باللاتيني للغه الالمانيه العاديه، ودي كلمات كتير، يعني لسه حوالي 300 مصطلح انت بتحفظهم، وبيجي لك غالبا في الامتحان منهم مثلا 10 كلمات بتترجمهم، وده جزء يمكن اسهل الاجزاء في الامتحان. الجزء الاخير في الامتحان اللي انا شايفه يعني من اسهل الاجزاء اسمه فورتراج بالالماني، او يعني عرض تقديمي، وببساطه انت بتتكلم فيه مع الممتحن عن سواء موضوع معين هو بيختاره، موضوع المناقشه وانت بتقعد تناقشوا فيه مثلا لمده 5 دقائق، او موضوع عن الدواء اللي انت لسه اخده في الامتحان، وده بيبقى على حسب الولايه اللي انت بتمتحن فيها. وفي الحالتين ده حاجه مش صعبه، هو بيكون بس عايز يشوف قد ايه انت تعرف تتكلم بطلاقه لمده مثلا 5 دقائق 10 دقائق. والجزء ده ما يخوفش، بس هو ده اكتر جزء يعني متوقع، او في الامتحانات السابقه بتاعت الولايه اللي انت تمتحنها هتلاقي ان في الاجزاء بتاعت الفوتخاج بتاعها دي بتتكرر، فيبقى عندك اكبر فرصه ان انت تعرف الموضوع ده جاي منين. الخطه دي تقدر انت تنفذها وتمشي عليها. المشكله ان الناس معظمها بتقف عند النقطه بتاعه المحاكاه والتدريب فعلا على الاسلوب اللي الممتحنين بيقيموا عليه في كل امتحان، اللي يقول انت عملت غلط او لا، او يبقى في حد عنده خبره بيقيمهم. فانت على قدر الامكان تقدر انت تشتغل على الجزء ده. ولو انت حابب، انا بحضر مع مجموعه صغيره من الصيادله في المانيا للامتحان ده، اللينك هتلاقيه تحت الفيديو، ممكن تشوف اذا كان مناسب ليك نقدر نتكلم. ولو انت عديت الامتحان بتاع الفخ بالفعل في اي ولايه او قربت الامتحان، ممكن تقول لي تحت في الكومنتات وتقول لي فيه تجربتك، ده هيفيد ناس تانية اللي ممكن تكون مقبله على الامتحان دلوقتي، وانا هبقى برضو مهتم اعرف عن تجربتك. ولو انت لسه في بلدك الام بس بتخطط تيجي المانيا، بنصحك انت تشتغل على لغتك وتبذل فيها اكبر مجهود في الفتره دي، علشان دي المفتاح اللي هيخليك ان انت ان شاء الله تلاقي شغل بسرعه في المانيا، عشان الوقت هو العمله الحقيقيه، خصوصا في اول فترات ليك اول ما انت تيجي اوروبا. الفيديو الجاي هكلمك بالتفصيل عن مرتبات الصيادله في المانيا واخر تغييرات بخصوص المرتبات، ممكن تشوفه عشان تشوف المستقبل رايح على فين بالنسبه للمهنه. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تشترك في القناه عشان تدعمني ان انا اعمل فيديوهات اكتر بس، واشوفك فيديو جديد.